السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي الحلقة النهاردة عزيزي المشاهد بتاريخ 20 أغسطس سنة 1858 مع ميلاد الطفل عمر المختار محمد الفرحات اللي اتولد في البطنان التابعة البركة في الجبل الأخضر، واهتم والده بتعليمه وتنشئته نشأة دينية وفقا لتعليم الحركة السنوسية. طبعا عزيزي المشاهد هتقول له ايه هي الحركة السنوسية؟ الحركة السنوسية عزيزي المشاهد هي حركة إصلاح ذات طابع إسلامي، وتأثرت الحركة بالمذهب المالكي، وكانوا بيتشددوا في أمور العبادات وبيتحلوا بالزهد سواء في الملبس او في المأكل، وكانوا بيحبوا الجهاد جدا. ونرجع لموضوعنا بقى. والحاج مختار قرر يروح يحج، وهو في الطريق توفى، وصديق والده احمد الغرياني هو اللي تكفل بيه، فدخله مدرسة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم كامل، وبعد كده وداه معهد الجغبوني علشان يبقى طالب علم، وقعد في المعهد حوالي 8 سنين ودرس فيهم العلوم الشرعية زي الفقه والتفسير والحديث. وكان من اشهر مشايخه الشيخ سيد الزرواني والعلامة فالح بن محمد بن عبد الله الظاهري، وكل شيوخه شهدوا له بالتفوق والنباغه. واتخرج زي ما قلت لك من المعهد بعد 8 سنين، ولما بقى شاب بقى بيجيد العلوم الشرعيه وعلوم الانساب وعلوم الحيوانات كمان، وكان عالم جدا بضروب الصحراء، وانا هنا بهتم لك بالتفاصيل عشان هنرجع لها قدام. ده غير كمان انه كان مسؤول عن فض الخصومات والتنازع ما بين القبائل، وما كانش حد بيوصل للمكان دي غير الناس المرموقه. وبما انه تبع الحركه السنوسيه فالشيخ المهدي السنوسي وداه السودان عشان يبقى نائب عن الحركه السنوسيه في السودان، وقال فيه المهدي السنوسي لو كان عندي 10 مثل عمر لاكتفينا بهم. واتلقب هو في السودان بلقب سيدي، وما كانش بيحمل لقب سيدي ده الا اهم مشايخ السنوسيه. وبعد كده رجع ليبيا تاني وتعين شيخ لبلده الزاويه او زاويه القصور يعني. وفي سنه 1900 بدا الاحتلال الفرنسي لدوله تشاد، وكان ساعتها في دوله تشاد الحركه السنوسيه، فحصل عداء ما بين السنوسيين والفرنسيين، فبدات الحركه السنوسيه بتكوين كتائب لمحاربه الفرنسيين. وكان من احد قاده الكتائب دول كان عمر المختار، وفي احد المعارك قبل كتيبه عمر المختار اصيبت بالجرب، فما كانش حد عارف ايه العلاج بتاعها. الوحيد اللي عرف هو عمر المختار، وقدر ينقذ الكتيبه بتاعته. فلولا ان هو كان عالم بعلوم الحيوانات وبالامراض بتاعتهم كان زمان الكتيبه بتاعته اتقضى عليه. وبعدها بسنتين وتحديدا سنه 1902 المهدي السنوسي مات، فعمر المختار رجع من تشاد لليبيا تاني، ورجع لمنصبه تاني هو شيخ بلده زاويه القصور، وفضل في المنصب ده لحد سنه 1911. وقاتل في الفتره دي جيش الانتداب البريطاني على الحدود الليبيه المصريه. كل ده ولسه ما حاربش الايطاليين، حارب الفرنسيين في تشاد وحارب البريطانيين على الحدود. وفي سنه 1911 اعلنت ايطاليا الحرب على الدوله العثمانيه، وبما ان ليبيا كانت تابعه للدوله العثمانيه فبالتالي ايطاليا اعلنت الحرب على ليبيا، فبدات ايطاليا بانزال قوتها في بني غازي. والكلام ده كان في 19 اكتوبر 1911. وكان في الوقت ده عمر المختار في مدينه الكفره في قلب الصحراء بيزور السنوسيين، وهو راجع في الطريق عرف ان الطليان عملوا انزالهم على مدينه بني غازي، فرجع بسرعه لزاويه القصور وبدا يجند اهلها، فجند معاه 1000 مجاهد. وكان ساعتها لسه في كتائب عثمانيه في ليبيا، فالتحق هو والمجموعه بتاعته بالكتائب العثمانيه. وبعدها راحوا عسكروا في حته في جنوب بنغازي عشان يبقوا قريبين من الطليان عشان يبداوا يشنوا الهجمات عليهم. وفي سنه 1912 اتحدت 4 دول وهي بلغاريا واليونان والجبل الاسود وصربيا ضد الدوله العثمانيه في الحرب المسماه بحرب البلقان الاولى. وانتهت المعركه دي بهزيمه الدوله العثمانيه، ووقعت معاهده لندن في 30 مايو سنه 1913. وكان ساعتها ايطاليا بتدعم الدول دي، فالدوله العثمانيه بالتبعيه عملت صلح مع ايطاليا. فكان من شروط الصلح سحب الدوله العثمانيه قوتها من ليبيا وتسليم ليبيا تسليم اهالي، وسابت الدوله العثمانيه ليبيا تلاقي مصيرها. وبدات المقاومه بقياده عمر المختار تشن الهجمات على مدينه درنا، وانتصرت في المعارك دي المقاومه. وكان من اشهر المعارك دي معركه بوشمال ومعركه ام شخنب وشلزيمه وزويتينه. كل المعارك دي انتصرت فيها المقاومه على الجيش المنظم. ولكن في سنه 1915 بدا القحط بسبب استيلاء الايطاليين على المناطق الحيويه في بورقه. وفي نفس السنه دي اللي هي 1915 انضم المختار وكتايبه لاحمد شريف السنوسي، بس المره دي ما كانش ضد الطليان، لا ده كان ضد البريطانيين على الحدود المصريه الليبيه. ورجع تاني بعدها ليبيا وبدا معاونته لادريس السنوسي. وفي سنه 1923 سقطت العاصمه طرابلس في ايد الطليان. طبعا برضو مهما كان المقاومه كانت ضعيفه لان ده كان جيش منظم ومعاه احدث الاسلحه. وفي السنه دي بالذات بدات ايطاليا تتعامل بوحشيه اكتر، لان الحزب الفاشي بقياده بينيتو موسوليني هو اللي استولى على السلطه في ايطاليا. وكان طبيعه الحزب الفاشي ده حزب دموي لابعد الحدود، ولكن برغم الوحشيه دي برضو المقاومه هي اللي كانت دايما بتنتصر في اغلب المعارك، لدرجه ان احد القاده الايطاليين اللي اسمه ايتيليو تروتيست بيقول في مذكراته ان قوات الثوره انهكتنا كثيرا. وفي سنه 1927 وتحديدا في 28 مارس اشتبكت القوات الايطاليه مع قوات عمر المختار في معركه الرحيبه، وانهزم في المعركه دي الطليان هزيمه ساحقه، لدرجه ان اخبار الهزيمه دي انتشرت في العالم كله، وبقى سمعه الجيش الايطالي تنتهك. والمعركه دي قامت ازاي؟ ان قوات المقاومه كانت في الجبل الاخضر متمركزه هناك،
فالايطاليين عرفهم فبداوا يعملوا غارات جويه. وفي احد الغارات الجويه دي واحد بيقول لعمر المختار: سيدي عمر ان لديهم طيارات. فراح عمر المختار من ثباته وقوته قال له: ايه اتحلق فوق العرش ام تحته؟ قال له: اكيد تحته. فقال له: اذا نحن معنا من فوق العرش. فامر المختار انه يحفر خنادق. وكانت قوات الجيش الايطالي المهاجمه متكونه من 2000 بغل و5000 بغل تانيين، اقصد 5000 جندي و1000 جمل، ده غير السيارات المصفحه. فاشتبكت معاهم قوات المختار، وزي ما قلت لك انهزموا هزيمه ساحقه لدرجه ان القوات الايطاليه انسحبت. وفي المعركه دي اتقتل فيها ابو زوجة عمر المختار، وكان عمر المختار بيحبه جدا. فنعاو قال له: راح الكل يا عيني الجيران واصحاب الغلا. وبدا يبعت ناس في كل الدول العربيه والاوروبيه عشان يعرف الناس بالقضيه الليبيه. وبالفعل اتكونت جاليه ليبيه في اوروبا. وفي سنه 1928 تقرر ايطاليا تعمل مفاوضات مع عمر المختار، ولكن المفاوضات دي تفشل. ورجعت المفاوضات تتكرر تاني في 20 ابريل سنه 1929، وساعتها ساوموا فيها عمر المختار وقدموا له عروض كتير عشان يغروه عشان يسيب المقاومه. وكان من بين العروض دي ان هو يروح الحجاز او يروح مصر او يقعد في ليبيا ويتصرف له مكافاه كبيره بس يسيبه من الجهاد ده خالص عشان الجهاد ما بياكلش عيش. ولكن هيهات عمر المختار رفض كل ده واصر على المقاومه يا اما يخرجوا من البلد. وفي سنه 1930 اتعين الفريق اول رودولف غريتسياني عشان يقود القوات الايطاليه في ليبيا، وكان مشهور بدمويته وبالاحكام العرفيه بتاعته لان الراجل ده كان تبع الحزب الفاشي. وزي ما انا قلت لك في بدايه الحلقه ان الحزب الفاشي ده كان مشهور بدمويته. واول ما وصل ليبيا بدا يعتقل مشايخ القبائل ويكون معسكرات اعتقال، واي حد يكون له علاقه بالمقاومين كان بيعدمه على طول. واعلن عن جايزه قدرها 200,000 فرنك للي يجيب عمر المختار سواء حي او ميت. وفي سنه 1930 وتحديدا في شهر اكتوبر حصلت حرب ما بين المقاومه والطليان. وفي المعركه دي قدر الطليان ان هم ياخدوا فرس ونضاره عمر المختار. فقال غريتسياني: اليوم حصلنا على نظاره عمر المختار وغدا نحصل على راسه. وفي 11 سبتمبر سنه 1931 عمر المختار وبعض اصحابه ذهبوا لزياره ضريح الصحابي رويفع بن ثابت في مدينه البيضه. وهم ماشيين شافته مجموعه من الاستطلاع فكونوا جيش وبدا الاشتباك ما بين مجموعه عمر المختار والطليان. فجرح فرس عمر المختار فوقع بيه على الارض. فواحد من اللي معاه بيقول له: سيدي عمر خد فرسي. فالجنود عرفوا ان ده عمر المختار فقبضوا عليه، زي بالظبط الدبه اللي قتلت صاحبها لما لقت ذبابه على وشه فبتهشها راحت خبطاه وموتاه. اهو ده بالظبط اللي حصل معاه. فاتقبض على عمر المختار، واللي اكد لهم ان هو عمر المختار واحد ليبي كان في الجيش الطلياني، واحد من اللي باعوا وطنهم وضميرهم. فحطوا في ايده السلاسل ورجعوه البرقه. وبيقول غريتسياني في مذكراته ان في اثناء عوده عمر المختار للسجن كان في منتهى الثبات وكان بيعمل حوارات صحفيه بدون خوف او قلق. وقال في احد اصحابه القدامى لما سالوه عن لبس عمر المختار في السجن: عليه ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منها اكثر، وفيه نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى لكانت اجل واكبر. يعني ملخص البيتين عزيزي المشاهد ان عليه لباس سيئه جدا ولكن نفسه كانت عزيزه وكان راجل شامخ كده، فنفسه لو قارنت بنفوس الناس نفسه هي اللي هترجح. وما كانش حد مصدق ان عمر المختار اتقبض عليه سواء الطليان او الليبيين. وكان في الوقت ده غريتسياني كان في اوروبا وتحديدا كان في باريس. فوصلته رساله هو راكب القطر ان تم القبض على عمر المختار. فنزل من القطر وخد اقرب طياره ورجع تاني لليبيا عشان يتاكد بنفسه ان عمر المختار تم القبض عليه. واتشكلت محكمه للمختار في 16 سبتمبر سنه 1931 وواجهوه بكل المعارك اللي شارك فيها وما انكرش. فعينوا له محامي طلياني. فالمحامي قال لهم ده راجل كبير في السن ما ينفعش يتعدم. فراحوا مطلعينه بره القاعه وكان في واحد يهودي هو اللي تولى الترجمه ما بين عمر المختار وما بين قاعه المحكمه. وبالفعل القاضي يحكم عليه بالاعدام شنقا. واتجمع في ساحه الاعدام 20,000 من الاهالي. والغرض من التجمع ده ان هم يشوفوا قائد المقاومه وهو بيتعدم عشان الناس تخاف وما عادتش تقاوم الاحتلال. وكان ماشي ما بين جنديين وايده مكبله بالاغلال، راجل معدي 70 سنه وكانوا عاملين فيه كده. وفضل ماشي خطوه خطوه لحد ما طلع على سلم المشنقه ووقف بكل شموخ وقال الايه الكريمه: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وراح محطوط الحبل على رقبته وواقف على السلم. وراحوا شايلين الكرسي من تحت وتتعلق راس عمر المختار الشريفه ويموت بعد ما قضى اكتر من 20 سنه في محاربه الطليان وقبل منها في محاربه الفرنسيين والبريطانيين. وكانوا مفكرين ان مع موت عمر المختار المقاومه هتنتهي، لكن لو مات عمر المختار ففي 1000 عمر المختار زيهم. وبالفعل المقاومه تنتخب الشيخ يوسف برحيل المسماري عشان يبقى قائد للجهاد الاسلامي في ليبيا. وده جزء من تاريخ اوروبا الدموي اللي الناس مبهوره بحضارتهم، الحضاره اللي قامت على الدم وقامت على القتل. كل ده تاريخ ايش
قشرة، ناس من بره اي نعم مبهرين ولكن تاريخهم ده قايم على الدم. وحضاره قشرة برضه، ما بني على باطل فهو باطل، تاريخهم كله اسود، سواء فرنسا او سواء بريطانيا او هولندا او النمسا او حتى الامريكان لما كانوا بيتاجروا في العبيد السود، مات اكتر من حوالي 60 مليون واحد اسود، كل ده عشان بشرته غير بشرة الاوروبي. حتى الحرب العالمية الثانية اللي مات فيها اكتر من 60 مليون بني ادم بسبب العنصرية، عشان ده عرق اسكندنافي وده عرق آري وده عرق اسود ومش عارف ايه. فيا جماعة الحضارة الاوروبية دي حضارة قشرة، وزي ما طلعت هتنزل، اصل ده طبيعة الحياة، كل واحد له يوم. الحضارة المصرية والحضارة السومرية كانوا اسياد العالم، بعد كده جه اليونان، بعد اليونان جه الرومان، بعد الرومان جه الفرس، بعد الفرس جت الحضارة الاسلامية، بعد كده الحضارة الاوروبية، بعد كده امريكا، وهكذا، والدنيا دوارة. فمش هيفضلوا فوق لقيام الساعة، لازم هينزلوا. ونرجع لليبيا تاني، وتحديدا في 7 ابريل سنة 1943 تنتهي حكاية ايطاليا الفاشية، ويتعدم بنيتو موسوليني ويتعلق بالمشقلوب في الشارع، وتنسحب ايطاليا من ليبيا، ويروح عمر المختار لمجد التاريخ، ويروح بنيتو موسوليني لمزبلة التاريخ. فرحمة الله على عمر المختار وكل المناضلين الشرفاء. وبكده نكون هنا حلقتنا عزيزي المشاهد. لو عجبك الحلقة ما تنساش بقى تدعمنا بلايك، ولو انت مش مشترك على القناة انزل اعمل اشتراك، وسيب لنا كومنتات في الحلقة وقول لنا ايه رايك في الحلقة دي وعايز حلقات عن ايه كمان. ويلا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، سلام.